تحفة جديدة من تحف المغرب في الاستادات بتاعتها، اقترب على الانتهاء وجاهز على كأس الأمم الأفريقية اللي هتتلعب في المغرب. من ضمن التحف اللي اتفرجنا عليها بالظبط في الاستادات اللي بتعملها المغرب. استادات المغرب يا بابا بقت عملاقة مش ممكن على الطراز العالمي. استاد البريد من ضمن استادات اللي هتبقى في العاصمة الرباط أيوة. في المغرب، هيكون جاهز لاستقبال كأس الأمم الأفريقية القادمة. جاهز. بص طبعا احنا بنتفرج بقى على اللفتات او اللمسات الأخيرة من هذا الاستاد العملاق الجميل الممتع. بالظبط كده. استاد خلاص هيتسلم في اكتوبر باذن الله، لسه مش متحددين كام اكتوبر، في ناس بتقول 12 اكتوبر، لا اكتوبر خلاص، في ناس بتقول اخر اكتوبر، بس يعني هنتفرج بقى على اللمسات الاخيره. استاد برضو استاد اغلبه مغطى، هيبقى مغطى في صرف للمطر، ركبوا الشاشات خلاص، عملوا شاشتين كبار بيبقوا مريحين للفرجه للمتفرج، واحده ورا الجون ده. الكراسي بتخلص كمان اهي، الكراسي ركبت كلها بابا. الكراسي ركبت. السعه بتاعت هذا الاستاد 22,000 متفرج، سعه معقوله من ضمن الاستادات اللي هتكون بتحظى باستقبال كاس الامم الافريقيه. نفس كاس الامم السنه دي فوزي لقح بيقول ان كاس الامم السنه دي هتكون مختلفه عن اي كاس مرت في تاريخ افريقيا. صحيح. بالنسبه للتجهيز في الاستادات، بالنسبه للاحتفالات، الحضور الجماهيري، العالم كله هيبتدي يبص على المغرب. طبعا المغرب بقت واجهه رياضيه متميزه. بص الملعب، بص مبدئيا هم بدأوا يركبوا النجيل خلاص يا بابا، وبيسقوا زي ما انت شايف الاستاد. طبعا شايف النجيله اللي جت دي اتنقلت بشكل عارف تقني جدا علشان تقدر توصل لارض استاد ملعب البريد بنفس الحاله بالظبط، من غير ما تتبهدل. بالاضافه ان هم عاملين الاستاد جوه الملعب، يعني مش عاملين الاستاد بعيد بقى وفي تراك وكده، لا استاد من ضمن. بص الاستاد المقاعد جوه الملعب خلاص، يعني مفيش فرق ما بينها وما بين الملعب، فده بيدي متعه للمتفرج. بالاضافه اللي بيستخدموا عشب طبيعي نضيف جدا، زي ما انت شايف الاطار الخارجي او الفريم الخارجي او الكفر المغطى بدا يتقفل اكتر من ربعه اهو. الناس شغاله بابا ليل نهار في كل النواحي، فوق وتحت وملعب ومدرجات وكراسي واضاءه بالظبط. مش ممكن. على فكره بيقول لك الاضاءه بتاعته هتبقى اضاءه لوضعين، اضاءه احتفاليه، اضاءه احتفاليه واضاءه الاستاد العادي. بالظبط. الاحتفاليه دي بتبقى ساعه تسجيل هدف، ساعه الاحتفال هتبقى في اضاءه احتفاليه، وده نظام جديد من الاضاءه عكس الاضاءه الاولمبيه القديمه. لا بيقول لك بقى نظام جديد. كل الناس بتشيد كمان الخامات اللي جت بيها الكراسي. خامات نظيفه جدا، مريحه. بقول لك مريحه بالظبط، ما طرحتش قبل كده على الاستادات في المغرب، فاستخدام الخامات بشكل مميز جدا. الشغل ليل نهار زي ما انت شايف. بالظبط، ليل نهار الناس شغاله. واحلى حاجه بابا ان هم عاملينهم كلهم، كل العاملين في المشروعات دي مغاربه. حاجه بدون اي استعانه باي ايد خارجيه. صح. او عماله خارجيه. لا المغرب هي اللي بتقود نفسها في المحافل الكبيره دي والتنظيمات الكبيره. ده مش عارف مين اللي عمله. لا احنا اللي عملناه، المغاربه اللي عملوه بالظبط. وبعدين شكل الاستادات يا بابا بقت معموله بشكل جديد، بشكل مبهر. احنا ما شفناهوش في افريقيا قبل كده. لا خالص. فبصراحه حاجه متميزه جدا بصراحه، انجاز المغرب بتسابق الزمن. انا بقول لك اتفرج على الازاز والرخام اللي جاي، حاجات من الحاجات مبهره، حاجات رهيبه فعلا. حاجات رهيبه. الكراسي زي ما انت شايف، وممرات بيقول لك امنه عشان ما يحصلش تكدس وبتاع. بالاضافه كمان ان عاملين زي مجاري للمطره. للمطر عشان لو الاستاد فيه مطره ولا حاجه يبقى السقف ده يصرف الماء بشكل سريع وبشكل كويس. مفيش حاجه نسيوها. لا مفيش حاجه نسيوها. زي ما انت شايف متعه يا بابا. ارضيه الملعب النجيله تحس ان موكيت. موكيت ما شاء الله، متعه. حاجه مريحه. يعني انزل والعب بس استمتع في ارضيه ملعب. لا بجد جميله. بص ده شكل من بره، من الخارج بقى مداخل ومخارج الجماهير معمول حسابها.
والشكل الخارجي كمان للجماهير حلو حلو بصراحه. بص الممرات وطلعات العربيات والجراجات حاجة مش ممكن. والمدرج بص بتطلع له ازاي. نهضة سياحية رياضية طبعا ده السياحة الرياضية يا بابا. المغرب أصبحت رقم 1 في أفريقيا. وكل على فكرة الحاجات دي ما بتتبنيش من فراغ كده، دي اتفرج على العائد اللي هيخش للمغرب بالظبط. عشان ناس كتير كانت بتتكلم بتقول لك يعني اقتصاد وده حرام وده من مال المغاربة. طب يا جماعة طب ما هو ده الكلام ده هيعود عليكم. شوفوا المردود بإذن الله يعني نتمنى لها العمار للمغرب، نتمنى عمار للمغرب. أولا تنظيم كأس الأمم الأفريقية القادمة مثلا استضافة كل الفرق الأفريقية والمنتخبات الأفريقية الموسم قبل نهاية السنة دي. كأس العالم 2030 والزخم اللي بيكون موجود عليه. هذه البطولة القوية جدا. كل الكلام ده هيقدر يعود على المغرب ويعود على دولة المغرب بشكل ممتاز. هو ده اللي احنا بنقول يا جماعة، مش كل حاجة نبص تحت رجلينا. ما احنا برضو عملنا بنية تحتية كبيرة. ليه؟ علشان تبدأ تشتغل يعود عليك بقى اللي انت تجني ثمار الكلام ده. العائد ابتدى يبان. كل ده بسبب المعمار اللي حصل والمنشآت اللي اتعملت. بص المنظر، المنظر مبهر والله. استاد تحفة ممتع، مش غريب عن المغرب. بص شغالة الزمالك شغالة بتغلف اهي دي لوحات معدنية. بقول لك لوحات معدنية عشان تغلف السقف بتاعها. لا حاجات ما بتشوفهاش في اوروبا. لا بصراحه استادات على الطراز الاوروبي. هنا اللي يقول لك بقى الريح وهنوقف عشان لا مفيش الكلام ده بتاع امريكا. فين؟ في امريكا. لا احنا بقى بص هنا استادات مقاومه للريح، منظمه لصرف الامطار. لا عاملين حساب الكبيره والصغيره على الطراز العالمي اللي بيها المتفرج يروح يستمتع ويروح. بالظبط. وكمان خلي بالك برضه لما يكون في كذا استاد في العاصمه الرباط بيربط الجماهير ببعض، بيخلي طبعًا. اي حد يقدر يروح الاستاد، يروح يشجع منتخبه في الموضوع قريب يعني. هي اصبحت كل الاستادات رائعه وتشجع على الحضور. بص الارضيه عامله ازاي، ارضيه رهيبه ما شاء الله عليها. الملعب بيترش ميه ازاي. وعمال على ارضيه الملعب، وعمال في المدرجات، وعمال في كل حته في السقف. يعني عارف سرعه في تنفيذ المشروع بصراحه جوه الاستاد وحوالين الاستاد. اما انت لازم تعمل منظر مريح للبصر حوالين الاستاد من جماله واشجاره وكلام زي ده. بص الجمال. بص تركيب النجيله هنا. تركيب النجيله. بص الاجهزه اللي بتيجي بتركب النجيله دي اجهزه متطوره جدا. بص بتتفرش ازاي كله ويضغط عليها ازاي للتثبيت. بص هنا كانت قبل الفرش في التجهيز. الكلام ده اتعمل، ده مشروع ضخم. مشروع خلي بالك هي المغرب مش شغاله في الرباط بقى، في الرباط بس شغاله في كذا حاجه من حاجات. لا والله حاجه جميله. بص ارض كانت ترابيه قبل كده، بص دلوقتي شكلها بقت عامله ازاي. لا حاجه تحيه للمغرب بصراحه على الانجازات اللي بتعملها. تحيه كبيره وتحيه ضخمه، لان مشروعات قوميه. دي مشروع قومي. ده طبعا ده مشروع قومي للدوله. دي بنيه تحتيه للدوله. فاستمتعنا بملعب البريد، ملعب من الملاعب العملاقه اللي هيدشن باذن الله قبل بدايه كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. وهيخش معانا من ضمن الاستادات اللي هتستقبل كاس الامم الافريقيه. هنستمتع بكاس الامم الافريقيه اللي جايه. بس هل هتيجي خبراء بقى تبص تشوف وصل طبعا ده اكيد هيحصل. المغرب ما بتقفش يا جماعه، والمغرب مكمله واحنا معاها بنكمل كل الاخبار والتغطيه. بنكون معاكم اول باول. نتمنى نكون التغطيه عجباكم، ولو في اي حد عايز يكتب او ان احنا نتابع اي حاجه بالنسبه للاستادات بالنسبه للاعبين، احنا بنكون معاكم وبنغطي كل اخباركم. بس ينتظرونا في فيديو في افتتاح ملعب البريد. هنكون معاكم وهنتابعكم اول باول. كان معاكم نادي نشأة نسيم.